الراجل المحترم واخويا والشقيان السويسي طلع اعتذر لك يا سويسي. مرفوض يا اسطى، اقول لك مرفوض له وخليكم معايا للاخر. السلام شفتوا يا جدعان عمرو بيلا هو بيعتذر للسويسي؟ ما شفتش؟ تعال نشوف مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في القناه وفعل الجرس. ومعاكم عبدو نينجا ويلا بينا. انا بقلب كده على تيك توك يا جدعان لقيت عمرو بيلا بيعتذر للسويسي. السويسي رد عليه وعمرو بيلا رد عليه والجو ده. ما تيجي نسمع الفيديو ده مع بعض. بس انت يا ريت يا جدعان توصلوا لنا 500 لايك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحلقه دي تحت عنوان كشف المستور. طيب خلينا نطلع نقول الراجل المحترم واخويا والشقيان السويسي طالع يغلط في عمرو ليه، او عمرو بيغلط في السويسي ليه، او ايه العلاقه اللي ما بيني ما بينه. باختصار كده، بعض المطاعم طلعت تحت شعار احنا اللي بيتنا اتخرب، احنا اللي بيتنا اتسوح، واحنا اللي سرحنا العمال والكلام ده كله، وبالعاطفه السويسي طلع يغلط فيا مره واثنين وثلاثه. انا رديت عليه في فيديو وخلص الموضوع، طلع برضك يتكلم والكلام ده كله. طيب ايه اللي دخل المطاعم، ايه الحوار اللي دار، او ايه الهدف من الموضوع؟ ايه اللي جاب بهيج للسويسي، لشريمب زون، للمطاعم كلها، لكل المطاعم كلها بقت عامله صواني باسم السويسي. طيب السويسي الراجل ده بالعاطفه، شغال بالعاطفه كده، وقوم جاي طالع يقول لك ايه، لا ده الراجل ده بيخرب بيوت المطاعم. طيب بص يا سويسي، الكلام دوت انا بكلمه لك اخويه وما بيني ما بينك. لو انت مش واخد فلوس من الموضوع ده، انا بقول لك الناس دي كلها لعبت بيا انا وانت الكوره، هم اللي كسبوا وانا وانت اللي خسرنا. انت فاهم؟ ولازم تفهم الحته دي كويس. اكبر دليل مطعم بعينه، وادي السكريبت بتاعه اهو اللي قدام منكم دلوقتي ده كده. طيب السكريبت اللي انتوا شفتوه ده، المطعم ده بيوزعه على كل البلوجرات. هتاخد صينيه السويسي وهتطلع تشتم في عمرو بيلا بالطريقه دي عشان خاطر مين؟ يخلي السويسي يطلع يرد واو وشكرا ويطلع هو قدام الناس كلها ويعمل لهم دعايه بملايين ببلاش. تحت بند ايه؟ اطلع يشتم في عمرو بيلا وده يطلع يشتم في عمرو بيلا. ولو انتوا خدتوا بالكم كلكم الفتره اللي فاتت دي كلها، كل البلوجرات بتطلع تشتم في عمرو بيلا. طب وحد الله، هو في بلوجر من البلوجرات اللي موجوده دي كلها جاب لكم خصم زي الخصومات اللي انا جبتها؟ يعني رغيف برجر بتاع وهمي لما بيتباع ب 170 جنيه ويتباع بسبب الفيديوهات اللي انا بعملها يتباع ب 70 جنيه، مين اللي كسبان؟ حضرتك اللي كسبان. صينيه شريمب زون لما بتتباع ب 4000 جنيه وانت خدتها ب 1000 ونص، مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان. الراجل اللي بتطلع تشتمني بلبن لما بقى يشتغل بالميزان بسبب الفيديوهات اللي انا بعملها. لما بيجي بهيج بيعمل شويه رز بالجمبري ثمنهم 120 جنيه ويبيعهم ب 50 جنيه بسبب الفيديوهات بتاعتي، انت اللي بتبقى كسبان. كل الناس دي كلها، اي حد بيطلع بيروح بعد مني، بعد ما اكون انا ظبطت المطعم، ظبط المنتج بتاعه بنسبه 100% بحيث يجيب ناس بيديها فلوس مأجورة وبيديها فلوس ويقول الله الطعم حلو، الراجل ده ظالم، الراجل ده بيخرب بيوت الناس. لو بصيتوا على كل البلوجرات اللي عملوا صينية السويسي هتلاقي الكلام كله مترتب زي بعضه. هتلاقي كل البلوجرات كلها طلعت تشتم في عمرو بيلا عشان ترضي السويسي وترضي بهيج. ده تخطيط شيطاني. الناس كلها لازم تفهم يا سويسي اللي انا مفيش علاقه ما بيني ما بينك عشان اطلع اغلط فيك ولا انت تطلع تغلط فيا. انت عملت فيديو واثنين وثلاثه و10 و20، في الفيديو رقم 20 انا طلعت رديت عليك برد واحد، بعديها بيومين ثلاثه الاقيك طالع بتشتم فيا تاني. فده طبيعي؟ ده مش امر طبيعي. يعني ده انت لو في واحد في خناقه ما بينك ما بينه وبتشتمه من الصبح لغايه المغرب هتستحي على دمك اللي هو ما بيردش عليك وهتقفل وهتسكت. ولكن انت طالع عمال تشتم والناس كلها خدت بقى الشتايم بتاعتك وعماله لفت الدنيا كلها. ولكن كل ده ايه السبب وايه المصلحه؟ الله اعلم بيها. صينيه السويسي كل البلوجرات اللي كانت موجوده كلها خدت الصينيه وخدت السكريبت وخد الريسيت بتاعها على اساس اللي هم راحوا اشتروها بفلوسهم، والناس دي كلها ماضيه عقود معاهم بفلوس، يعني مأجرينهم بفلوس. واكبر دليل لما صاحب البراند
طلع قال لك عزيزي البلوجر لما بعمل منتج اطفحوا على بعضه، وانت انا اسف خلى كل البلوجرات اللي بتروح تعمل لهم الدوام على قفاهم عشان خاطر الفلوس، كسر عينيهم. حقه يقدر يقول اكتر من كده، حقه يقدر يقول اكتر من كده، ولكن انا ماليش عين ازاز عشان حد يكسر عيني. كل البلوجرات خدت فلوس وخدت الصواني وخدت الريسيتات وراحت البيوت عندهم عشان يطلعوا يشتموا في عمرو بيلا عشان خاطر يطلعوا السويسي شكله حلو، ويطلعوا السويسي راجل مظبوط. هو راجل مظبوط. اللي خلاني انا بقول السويسي خد فلوس او ما خدش فلوس، السكريبتات اللي انا وريتها لكم من شويه دي اللي المطعم ذات نفسه بيطلعها. اظن كده انا وصلت الرساله كامله. السويسي انا ما فيش حاجه ما بيني ما بينه، هو راجل محترم، وللاسف من سمه الرجال انا راجل لو انا طلعت غلطت في السويسي ده اخ ليا، انا طلعت رد فعل ما كنتش فعل بعد 30 40 50 100 فيديو، وبالارقام بتقول لو دخلت على صفحه السويسي هتلاقيه عامل اكتر من 150 فيديو ولا 200 فيديو، ولو دخلت على صفحتي هتلاقي فيديو او اتنين برد عليه حق الرد، تمام. ولكن على نياكم ترزقون، الله اعلم اذا كان واخد فلوس او مش واخد فلوس، دي عند ربنا سبحانه وتعالى. انا ما اقدرش اقول لك انت خدت فلوس او ما خدتش فلوس، ولكن اقدر اقول لك انا واثق ان هو ما خدش فلوس وكان كبش فدا، عشان اخر فيديوهات طلع يتكلم فيها قال لك يدوم علينا الاونطه. زي ما انا قلت لكم الاعتذار من سمه الرجال. لو انت مستكبر ان انت تعتذر انا ما عنديش مشكله، انا راجل كبير سن وكبير مقام الحمد لله رب العالمين، وانا خيركم من بدأ بالسلام. انا بعتذر للناس كلها لو غلطت في اي حد، ووعدي مني الفتره اللي جايه دي مش هبقى فاضي ارد على اي حد. ولو السويسي زعلان مني حقك عليا يا سويسي، وبعتذر لك مره تاني والاخيره. بعتذر لاي حد، مش عايز اي حد يزعل مني. بحبكم في الله واشوفكم في فيديوهات كتير. طلع اعتذر لك يا سويسي، مرفوض يا اسطى. اقول لك مرفوض ليه وخليكم معايا للاخر. انا اول حاجه لما اتكلمت ما شتمتوش ولا باي حاجه ولا جبت سيره اهله ولا غلطت فيك اهله وحاجات من دي. انا طلعت راجل اديته فيديوهين اتنين قلت له انت بتقطع اكل عيش ناس وعيب اللي انت بتعمله ده، وقلت مش هعمل عليك حاجه تاني. طلع في مكتب محامي وقام جاي غلطان فيا وشتمني وشتم جماعه وكده. طبعا انا مش هحلك، انت طلعت شتمتني شتيمه، فانا عملت عليه كام فيديو كده برضو. فالمهم هو طلع غلط كمان مره وغلط كمان مره وغلط كمان مره وعمل شباب بتاع خد عليا صح. وانا لحد الان ماسك لسانه ولا جبت سيره جماعته ولا جبت سيره اهله، وكان ممكن في رساله يشتم، بس انا مالهمش دعوه، ما اعرفش اجيب السيره دي. تاني حاجه موضوع الصواني اللي هي اتعملت عليا والحاجات اللي هي اتعملت عليا دي، انا بالنسبه لي اي حد لو انا باب رزق ليه او باب خير ليه اقسم بالله انا ولا اعرف بهيج ولا اعرف شيرين بيزون ولا اعرف حاجه من البني ادم الوحيد اللي راح عندنا واحد من بركه السبع، راح عندنا وادى حاجه لامي قال لها دي محبه في السويسي منه ابني بيحبني، وانا شكرته وبشكر لحد الان. وانا ما عملتش انا باسمه وعملها بالحب، انما الناس الثانيه انا اقسم بالله ولا اعرفها ولا كلمتها ولا ليها علاقه بيها، وعملوا صواني باسمه وعمل حاجات باسمي، ربنا يصلح حالهم. بس يعني عادي، ربنا يدوم علينا الاونط. المهم انا راجل ما بكسبش حاجه من حد، انا راجل بطلع اقول كلمه حق. انت لو راجل تمام وعم مظبوط انا عمري في حياتي ما اطلع اغلط فيه، انما انت راجل بتقطع اكل عيش ناس، وانت جاي دلوقتي بعد ما شتمت له كل الشتام ده بتقول انا بعتذر ليك وانت اخويا. انا مش هتكلم عليك ولا اغلط فيك، بس انا ما بسيبش حقي لان انت راجل ثبتني، انا ما ثبتكش. انا لحد الان ما شتمتكش ولا باهلك ولا باي حاجه، فاعتذارك يعني مش قابله. هضحك على نفسي واقول لك لا انا قابله بعد ما انت شتمتني. ممكن ده وانا دلوقتي لو شتمتكم باهلكم وغلطت فيكم هتبقى اعتذاري، انا اعتذارك مش قابله يا عم. فانا يصلح حالك وصدقني انت كل عيش زي الناس. انا ما عنديش مشكله انت تعمل فود بلوجر تعمل اي حاجه، كل عيش بس بالادب، كل عيش وما تقطعش اكل عيش حد، كل عيش وما تجيش على حد. مش عاجبك الاكل ما تاكلش يا عم، مش هعمل الاعلان كل سنه وانت طيب. عجبك الاكل اعمل اعلان وكل عيش، ما كله بياكل عيش وربنا يدوم علينا الاونطه. كل عيش يا عم بس ما تجيش على بني ادم. سلام عليكم. زي ما انتوا بقى سمعتوا عمرو بيلا والسويسي، انت ايه رايك في كلامهم؟ اكتب تحت بقى في التعليقات، تمام. لو انتوا عايزين اي فيديو برضو عن مين اكتبوا برضو تحت بقى في التعليقات، تمام. واحنا كده خلصنا الفيديو، ما تنساش الاشتراك في القناه وفعل الجرس. معاكم عبدو نينجا ونشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.